إعلامي مغربي يحلل مباراة بين المنتخب الهولندي والمنتخب المغربي. تابعوا معي التفاصيل. مرحبا بكم. بطبيعة الحال الجميع في الشارع الرياضي المغربي يتحدث عن مباراة واحدة دون سواها: المغرب هولندا. في كرة القدم أتفهم بأن المشجع أو الجمهور أو المتابع أو المراقب أو الصحفي دائما قبل كل مباراة ينتابه ذلك الإحساس من التردد، من التشاؤم، من التفاؤل. أحيانا أتفهم كل هذه المشاعر، لكن هناك شيء واحد يجب التأكيد عليه منذ اللحظة الأولى في هذا المونديال: نحن المنتخب المغربي، ولا أقولها بلغة شعبوية، نحن المنتخب المغربي. أنا قبل مباراة البرازيل ولا مغربي شفته خايف، ولا مغربي، كلهم متحمسين، كلهم متحمسون لهذه المباراة. ونفس الشيء يجب أن يحدث قبل مباراة هولندا، احترام الخصم بطبيعة الحال، لكن إعطاء المباراة أكثر من حجمها الطبيعي والمطلوب لا. إذا هم هولندا نحن المنتخب المغربي. إذا هم عندهم لاعبين كبار شوفوا لاعبيننا كذلك. أين يلعب مزراوي؟ أين يلعب حكيمي؟ أين يلعب إبراهيم دياز؟ أين سيلعب الصباري؟ ليس لدي أي شك في المنتخب المغربي. نفس الفيديو كنت طلعته في كأس إفريقيا قبل الدور ربع النهائي أو قبل نصف النهائي، قبل مباراة الكاميرون أو قبل مباراة نيجيريا. نفس الإحساس، وكنت واثقا في المنتخب المغربي، كنت واثقا. المنتخب المغربي قد يخسر أو قد يفوز، لكن ليس لدي شك بأنه سيقدم كل شيء على أرضية الميدان. ما تسمعونه من تصريحات اللاعبين السابقين في هولندا هذه لغة شعبوية. أنت يجب أن تقدم إضافة في البلاطو، يجب أن تخلق رأي، وبالتالي يجب أن تقول لا، المنتخب المغربي لا يمكن مقارنته بهولندا. لا، يجب مقارنته بهولندا وأكثر، لأن المنتخب المغربي منتخب كبير وجاء من أجل اللقب، لم يأتي من أجل مشاركة مشرفة أو شيء من هذا القبيل. الشيء الثاني، لدينا طاقم فني بطل العالم، بطل عالم. شوفوا مع من لعب المنتخب المغربي في كأس العالم للشباب، مع احترام الفروقات بين كأس العالم للشباب وكأس العالم للمنتخبات الكبيرة، لكن واجه الأرجنتين في النهائي، واجه البرازيل، واجه إسبانيا. وبالتالي هدوء، كل الثقة في المنتخب المغربي، وأرجوكم كل الدعم للمنتخب المغربي. تحياتي.